تمام. هو كده كده الفيديو اللايف لما بيخلص بيبقى فيديو ممكن اي حد يشوفه، بينزل كامل مره واحده، وكده كده ان شاء الله هرفعه على القناه برضه. اولا الماتش مفيش فيه ايجابيه واحده بس ممكن تتقال، واحنا في وقت يعني نقدر نقول هو عنق الزجاجه من الموسم، او منعطف الموسم. فاي انتقاد فيه هيبقى مش حلو. الحلقه معموله وخلصانه، بس انا لما شفتها ما ينفعش، ما حبيتهاش. لا، ما ينفعش تنزل في الوقت ده خالص. لا، هو انا اهم حاجه عندي ما كانش الانتقاد اصلا. يعني استاذ تامر بيقول محتاجين دعم من غير ما تنسى النقد. تمام. هو انا سياستي ما بحبش الدعم وما بحبش الانتقاد، او الدعم بيبقى في وقته، مش عمال على بطال. يوم لما هقول الجيل ده فعلا جيل محترم، المدرب ده مدرب يستحق الوجود، يوم لما نحقق بطوله، مش لما نكسب ماتشين ثلاثه ورا بعض. وده اتقال في 3 4 5 فيديوهات مثلا، او 6 7 حلقات اتعملوا. تعالوا نجيب بقى ايه الحكايه من الاول شويه. يوم الخميس صاحي الصبح، كان ورايا كورس قبل ما اروح الشغل، فصاحي لسه فتح عيني، فبقول ايه، هو لو لا قدر الله خسرنا من المصري النهارده ايه ممكن يحصل؟ رديت على نفسي قلت طبيعي جدا هنفقد الصداره. لا، فقمت سأل نفسي سؤال تاني، طب لو بيراميدز كسب النهارده وجاب 4 تجوان، ده احنا كده نبقى مركز تالت مش تاني. يا نهار ابيض، ده الموضوع كبير. طيب لو يوم حد عملنا نتيجه غير المكسب، ومش هنقول خساره، تعادلنا، بس تعادلنا مثلا 1-1 او 2-2، هنودع البطوله. يعني نخسر، نفقد الصداره اللي احنا مستحوذين عليها بقالنا اكتر من 8 شهور، ونخرج من الكونفدراليه كمان، وكل ده في 3 ايام. الموضوع ده وحش قوي، السيناريو ده وحش، ربنا يبعدنا عنه. انا هجوم على المدرب، انا مش ههاجم حد، انا مش خلاص، انا والله ما ههاجم حد، ولا هجيب سيره حد خالص، ولا هجيب سيره الماتش اصلا. بس في شويه نقط لازم نتكلم فيها. انا ما راعيتش مشاعر لعيبه خالص، ولا بحط في استثناء، يعني بحط في اعتباري حتى كده. المفروض نهدى لان دي لعبه الكراسي. لا، هو المفروض طبيعي، يعني انت بتتكلم في فرق نقطه، انت مش بتتكلم في 20 نقطه اصلا، يعني الموضوع قريب جدا. يحيى ينفع تقول لنا اسوأ لاعب في الماتش؟ لا، لان هو ما كانش لاعب. تمام. المهم ان هو بعد ما خلصت الكورس بتاعي ورحت الشغل، عارف ان انا من جوايا مش عايز اتفرج على الماتش خالص. اول مره في حياتي يكون في ماتش للزمالك وانا مش عايز اتفرج عليه. انا يعني ماتشات الزمالك بستناها بالشهور وبالاسابيع. الموضوع كان بالنسبه لي غريب جدا، بس انا كل الفكره عشان كان يوم الاربع سالت نفسي سؤال مهم جدا. قلت هو جروسمان بعد ما رجع من المغرب بيفكر في ايه؟ يعني مثلا بيفكر في ان انا قدامي 6 ايام وهلعب ماتش العوده، او 7 ايام وهلعب ماتش العوده. طيب هفكر في ماتش المصري ولا هفكر في ماتش العوده؟ موضوع صعب جدا، مع ان احنا لو جينا فكرنا اصلا، او اي حد فينا لاعب كوره او كده هيعرف ان احنا مثلا لو عندنا ماتش مهم زي ماتش العوده بناخد على الاقل راحه يوم بعد السفر، بناخد يومين فيهم تعليمات، يومين بشويه تطبيق طبعا، يومين تطبيق، تمام، مع جمل فنيه. واليوم الاخير بيبقى يوم المحاضره الفنيه الاخيره مع شويه الاحماءات والتدريبات البسيطه اللي بتبقى قبل الماتش. ده علشان خاطر ماتش العوده. طب بالنسبه للماتش المصري الموضوع صعب جدا. ده نورك يا مستر. لا، مفيش زعل ولا حاجه، لسه الدوري معانا ان شاء الله. في ماتش المصري اللي كان واضح قدامنا ان جروس باله مشغول بماتش العوده، واللعيبه نفسها بالها مشغول يعني بماتش العوده. طيب والاثنين كانوا عايزين يبينوا ان احنا بندي ماتش المصري حقه وهندي ماتش العوده حقه. فاحنا نعمل ايه؟ نشغل بالنا بماتش العوده ونعمل حساب لماتش المصري، فيضيع مننا ماتش المصري ويضيع مننا كمان ماتش العوده، لا قدر الله ويا رب ما يحصل. فاللي بان قدامنا ان كان عارف انت اللي هو ايه، لما يبقى معاك حاجه حلوه وبتدور على حاجه احلى فتخسر الاثنين، هي نفس الفكره بالظبط. العفو يا عم علاء، بس هي كل الفكره يعني انت مش صغير، يعني استغفر الله العظيم يا رب، احنا مش صغيرين واحنا لازم نتكلم وكل حاجه، بس في اوقات ما ينفعش. ما ينفعش يعني الوقت، احنا دلوقتي لو هاجمنا او مش هنهاجم، يعني لو قلنا اللي حصل في الماتش طبيعي اللي هو ما كانش فيه حاجه واحده بس ايجابيه، طيب هنستفاد ايه؟ لا، خلي الحساب كامل مره واحده. هو انا يعني بعيدا عن ان انا طبعا ماليش نفسي اتكلم في الماتش ومش عايز اتكلم في اي حاجه تخصه، بس في حاجات كتيره جدا مهمه عايز اقولها. انا هسالكم سؤال وانتوا تجاوبوا معايا، يعني حاولوا تقولوا الاجابه معايا. هو ايه اللي خلانا نفقد الصداره؟ يعني ايه اللي خلانا نفقد الصداره بالسهوله اللي انا من وجهه نظري طبعا بسهوله جدا؟
هقول رايي في اوباما، حاضر. اللعيبه، تمام. انا اوجه اللوم على الجمهور والمدير الفني. فرجاني فشل في النجم الساحلي، فشل في اوروبا، فشل في الترجي. هو ما لعبش نجم اصلا فرجاني. فرجاني لعب في الصفاقسي ولعب في الترجي. لما تجد لاعب فاشل، لا لا، الكلام ده مش صح. نزيف النقاط في المباريات السهلة، ده احسن رد للسؤال. تمام. ستانلي ومصطفى فتحي وشيكابالا يرجعوا الملعب. ماشي يا عم سيف. طب ستانلي عمل معانا موسم وكان يعني اجنبي، طب كان وجه الاستفادة منه ايه؟ يعني استفدنا من ستانلي ايه؟ مهم، احنا اصلا كزمالك عندنا مشكله ابديه في اللاعب رقم 9.5. احنا دايما بنحب اللاعب اللي هو دايما شادو سترايكر، ما بيلعبش مهاجم صريح ولا بيلعب صانع لعب ولا بيلعب وينج، وبنحب نجيبه وبنمجد فيه. عندنا مثلا حميد احداد، من قبله ستانلي. انا اخر واحد نجح في المكان ده كان جمال حمزه. بس احنا اول ما بنلاقي اللاعب ده بنقوم جايبينه على طول، وما اعرفش ايه السبب بصراحه. بص، ما يتحملش النتيجه بنسبه كبيره قد ما اللعيبه تتحمل. انا اول مره اشوف لعيبه بتلعب من غير روح. لازم الونش واوباما يريحوا، لحفني وعبد الغني شويه. اه. طيب، هو جروس ما يتحملش؟ لا، يتحمل بنسبه كبيره. بنسبه كبيره. واللعيبه تتحمل، تتحمل وبنسبه كبيره. طيب، الونش واوباما يريحوا، لحفني وعبد الغني. طيب، وبالنسبه لعلاء؟ تمام. انعدام الثقه؟ مم، مش قوي. لا يا استاذ باسم، هم مش 14 لاعب، هم 15. هو احيانا بينزل 3 تبديلات. لا، ما هو بيغير من الاحتياطي كمان، يعني بيبقى 14 وفي لاعب ممكن مثلا يتحرك، بيبقى دايما عنتر تقريبا. خالد بوطيب بطيء قوي. مم. احنا فقدنا الصدارة علشان اللعيبة مش قادرة تتحمل الضغط النفسي والذهني وضغط المباريات في الوقت الصعب من الموسم. واضح جدا على اوباما وكهربا بالذات، اللي هم في 90 دقيقة 90% من قوة هجوم الزمالك. لا، هو الكلام ده نص صح والنص التاني غلط. ليه؟ معلش، تعالى بقى نجيبها من الاول. انت فقدت نقطتين من ماتش بتروجيت اللي هو اول ماتش في الدوري. تمام. فقدت تعادل مع سموحه، مع فريق عمل كره طايشه في الدقيقه مش عارف كام و80، ولا والله ما فاكر كانت في الدقيقه كام، ودخلت جول. فقدت 3 نقط من ماتش النجوم بحاجه ارخص من اللي ببلاش. اتعادلت مع طلائع الجيش بعد ما كنت كسبان 2. اتعادلت مع المقاولين في ماتش لو اتعادل 1000 مره هتكسب. انت بتتكلم في حوالي 11 نقطه. يعني مش ببلاش، يعني ما لهمش سعر اصلا، ما ينفعش تقول عليهم ببلاش. نتخيل لو كان معانا ال 11 نقطه دول وخسرنا امبارح من المصري، كان الوضع عامل ازاي؟ انت فرق 11 نقطه. ده كل ده احنا ما اتكلمناش في ماتش زي ماتش الاهلي، ماتش زي ماتش المصري بتاع امبارح، ماتش زي ماتش بيراميدز. 3 ماتشات برضو اتعثرنا فيهم. انا ابن النجم فرجاني، كنت 3 سنوات في النجم. طب ممكن تقول لي من سنة كام لسنة كام؟ أنا أول ما عرفت ساسي كان الصفاقسي، وبعد كده الترجي تقريبا. الإجهاد وعدم الجاهزية. الإجهاد هنا بقى مشكلة مين؟ هنلاقي إن المشكلة موجودة عند المدير الفني. المدير الفني مصمم على 11 لاعب ب3 تبديلات. ال3 تبديلات موجودين، ودايما بيعملوا منه 2 بس، يعني ما بيعملش 3. طيب احنا هنلعب ماتش قوي، يلعب بنفس التشكيله. هنلعب ماتش ضعيف، يلعب بنفس التشكيله. هنلعب في افريقيا بنفس التشكيله. هنلاعب مركز شباب مني تسمنوت في الكاس، هنلعب بنفس التشكيله. فطبيعي جدا يحصل اجهاد. ده غير ان انت عندك اصلا دكه لوحدها تاخد الدوري من غير الاساسيين اللي موجودين. اللعيبه كانت واقعه بدنيا جدا يا يحيى، وده لان جروس بيعتمد على 15 لاعب ولا حاجه غريبه جدا. بص يا عم حسين، واقعه بدنيا ده طبيعي، يعني انا مش شايف فيها مشكله. انت بتلعب ماتشات كتير ضغط، والفريق اللي قدامك كمان مش سهل، فكان طبيعي انك تكون واقع بدنيا. بس الفكره ما كانتش في فكره ان انت واقع بدنيا بس. انت عندك لعيبه امبارح كانت بتكسل تجري. لا، بلاش راي في محمود علاء دلوقتي، يعني خلاها بعد الموسم، مش دلوقتي خالص. ليه ما نلعبش 3-5-2 الونش وعلاء وعبد الغني، ونستفاد من عبد الله جمعه والنقاز هجوميا بدور ادوار دفاعيه كتير؟
فكر. بس انت علشان تطبق تشكيله بتحتاج على الاقل على الاقل مثلا شهر تدريب عليها، بس بتحفظ كل لاعب المربعات بتاعته في الملعب، بتحفظ كل لاعب خطوطه من في ظهره من قدامه والكلام ده كله، فالموضوع صعب جدا ومفيش وقت. ده غير انه جروس 4 2 3 1، لو مسك تشيلسي هيمسك ريال مدريد، هيمسك اي سي ميلان، هيمسك الزمالك، هيمسك القادسيه، هيمسك اي مكان، هيلعب ب 4 2 3 1. محمود عبد العزيز مفكرني بالطالب اللي بينزل عاوز يجيب جون في حصة ألعاب علشان الأستاذ يختاره في فريق الفصل أو داخل اختبارات نادي. يعني بعيدا عن التشبيه، محمود عبد العزيز السنة اللي فاتت مع الزمالك احنا شكرنا فيه جدا وقلنا ان هو صفقة حلوة وجاية وهتفرق معانا كتير والكلام ده كله. فجأة بيبعد خالص عن التشكيل، الاعتماد كامل على ساسي وعلى طارق حامد، بعدين بيرجع تاني لا مرة مكان طارق مرة مكان ساسي. آه، انا معاك ان المستوى مش هو بتاع السنه اللي فاتت، بس محمود عنده كتير. وكمان جروس ليه ما يلعبش بالاحتياطي؟ ده اللي احنا بنقول والله. وليه استغنى عن كاسونجو مهاجم الاساسي، المهاجم الابطا؟ لا، هو انا من وجهه نظري لا كاسونجو ولا المهاجم الابطا، انا وجهه نظري عمر السعيد. انا عندي عمر السعيد ليه؟ بس ما علينا. هو كل الفكره او اعتماده على ابو طيب علشان خاطر ابو طيب دوره بره ال 18 اكتر من جوه ال 18 وبيعرف ينفذه حلو يعني، احسن من كاسونجو قبله واحسن من عمر كمان. بس جوه ال 18 اللي هو اكتر مكان انا محتاجه فيه بعيد خالص. ايمن حفني، لا ايمن حفني ده لغز، انا مش عارف والله. يعني انت عندك حل لكل الشفرات اللي ممكن تواجهك في حياتك، اي حاجه لها علاقه بالكوره، لا الحل موجود في ايمن حفني.